مساء الخير. اولا انا يكفيني شرفا وفخرا ان انا اكون اتعرف فقط بصديق المرحوم سامر. ف ده في البدايه. الحقيقه انا ما كنتش متخيل ابدا ان انا ممكن اكون واقف في الموقف ده. يعني وارجو حضراتكم تعذروني لو يعني خرجت عن المشاعر، يعني ما قدرتش اتمالك مشاعري. الحقيقه انا كنت محضر كلام كتير، بس ما اظنش انه خلينا يعني اقول اللي في قلبي مباشره. الحقيقه انا عرفت سامر من سنه 2007 من خلال كتاباته، وانا كنت عايش بره مصر. رجعت مصر في 2007 وابتديت اقرا واتابع واسترجع ذكريات زمان ايام الجامعه. عرفت سامر من خلال كتاباته في سنه 2007، وكنت بقول يعني يا ريت الفرصه تجيلي والتقي بهذا الرجل. فاذا بيناير 2011 العظيم يديني الفرصه دي. فعرفت سامر بعد بشكل شخصي بعد الثوره. اشتركنا في تاسيس شرفت بان انا اشترك مع سامر ومع مجموعه من اجمل ابناء مصر في تاسيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. وشاء القدر ان احنا كمان نسيب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي سوا انا وسامر. فالحقيقه انا في خلال الفتره اللي عرفت فيها سامر شفت شخصيه من اجمل ما يكون، صلب في مواقفه، وحاد وقوي في مواقفه. يمكن صديقنا الدكتور حنا قال حاجه بهذا الشكل، انا خليني اقولها بالبلدي وبقلبي وبمشاعري. سامر كان حاد جدا في مواقفه، ولكن قدر من المرونه غير عادي، وقدر من الانصات غير عادي، للدرجه اللي تخليني ممكن وانا بختلف معاه في الراي اتصور ان هو اقتنع باللي انا بقوله. فاذا بي في النهايه خالص نصل الى نقطه التقاء ممكن جدا اطلع بنتيجه ان انا كنت على خطا وسامر كان على قدر عالي من الصواب. سامر كان ودي مسألة اكتشفتها من بعد وفاته. سامر كان له فضل في شعار الثورة: عيش، حرية، عدالة اجتماعية. لم أعلم بعد سنتين من مشينا في مسيرات سوا في شوارع القاهرة، وشمينا غاز سوا في شوارع القاهرة، لم أعلم أن الشعار ده من ابتكار سامر سليمان. كنت متصور ان شعار عيش، حريه، عداله اجتماعيه ده الذهنيه الشعبيه المصريه هي اللي ابتكرته، لكن عرفت ان هذا الشعار ابتكره سامر سليمان، فكان صاحب الفضل فيه. زي ما صديقنا الدكتور حنا كان بيقول ان سامر عرض عليه في وقت من الاوقات مناصب حزبيه، هو قال لا، انا محتاج ديمقراطيه ولازم نطبق الديمقراطيه، حط انا وسامر معركه انتخابات في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وكنا احنا الاثنين كتف بكتف مع بعض الزملاء الاخرين. الحقيقه انا بس يعني عايز اقرا الحاجه الوحيده اللي هقراها من الورق اللي قدامي، جزء من مقال كان كتبه سامر في افتكر في يوليو 2012، اسمه التيار الثالث فتش عن التنظيم والإدارة. من أجمل وأعظم وأدق سبحان الله اللي كتبه سامر سليمان في تشخيص الحياة الحزبية المدنية في مصر، بالإضافة يعني بعد طبعا كتابه العظيم النظام القوي والدولة الضعيفة. سامر قال مجموعة كلمات في المقال ده، ومقال مش ضخم مش كبير، كل كلمة بتقاس بميزان الذهب. شخص فيها أزمة التيارات المدنية والأحزاب المدنية السياسية على الساحة المصرية، ووصل وجاب من الآخر زي ما بيتقال باللفظ. خليني أقرأ لحضراتكم جزء منه. يجب أن تواجه التيارات المدنية نفسها بالحقيقة، وهي أن القضية الكبرى هي بناء ما هو ليس موجود، وليس تجميع ما هو موجود بالفعل. يجب أن تعترف تلك التيارات أنها بالرغم من انتشارها الواسع في المجتمع، وبالرغم من حضورها الطاغي في الإعلام وفي المجالات الأدبية والفنية، وبالرغم من وجود جمهور واسع لها، فإنها كسيحة من الناحية السياسية التنظيمية، لأنها عاجزة
حتى هذه اللحظة عن إبداع نظرية في التنظيم تصوغ هياكل ديمقراطية وفعالة قادرة على احتواء نشاط آلاف البشر. هذا هو عنصر تفوق التيار الإسلامي. قال في نفس المقال: المعضلة الأساسية التي تواجه التيارات المدنية إذن أن هياكلها الحزبية والتنظيمية تقوم على الهرمية الجامدة، والهياكل الهرمية تحتاج إلى قواعد كبيرة صلبة لكي تستقر. انظر إلى هرم خوفو العملاق، هو مستقر ويناطح السحاب لأن قمته المدببة مستقرة على قاعدة واسعة وصلبة من الأحجار. أما هياكل الأحزاب المدنية فهي تبدأ بالشكل الهرمي ويكون فيها قواعد متسعة إلى حد كبير، ثم ما تلبث القواعد أن تنصرف عن الحزب ويتحول الهيكل الحزبي من هرم إلى مسلة، بحيث يتساوى فيه عدد القيادات في القمة مع الأعضاء في القاعدة. بل وتصل المأساة في بعض الأحيان عند بعض الأحزاب عندما تأخذ شكل الهرم المقلوب فيصبح عدد قياداتها في القمة أكبر من عدد أعضائها في القاعدة. لماذا ينصرف الكثير من أعضاء الأحزاب المدنية عن أحزابهم؟ لأن خطوط الاتصال مقطوعة بين القاعدة والقيادة، أو هي لا تعمل بكفاءة، ولأن هناك مجموعات أو شلل صغيرة تسيطر على التنظيمات، الأمر الذي يشعر الأعضاء بالتهميش ويدفع بهم خارج الحزب، ولأن مصر بشكل عام فيها أزمة إدارة. كان هذا من أهم ما كتبه سامر سليمان في تشخيص الحالة الحزبية المصرية. وأظن إنه إذا الأحزاب والتيارات السياسية المدنية في مصر حللت هذا الكلام إلى اللحظة اللي احنا فيها هتجد فيه أشياء كثيرة للاستفادة بها. أختم كلامي مع حضراتكم بعبارة كان قالها واحد مفيش داعي يعني بغض النظر عن هو مين، هو دوجلاس ماكارثر، بغض النظر هو عمل ايه في العالم واثر ازاي، لكن هو قال عباره جميله جدا وقت ما كانوا بيكرموه في الفيرويل بارتي بتاعته في امريكا سنه 51. قال old soldiers never die, they just fade away. انه المحاربون القدماء لا يموتون ولكنهم يتلاشون فحسب، يختفون فحسب. أتصور أن سامر سليمان بأعماله وبتاريخه وبعلاقتنا بيه وباللي هو سابه فينا، وأنا يعني أنا أكبر من سامر بعدد سنوات، إنما أثر فيا سامر بشكل مباشر. روض من راديكاليتي وثوريتي إلى حد ما من خلال كلامي ونقاشاتي معاه. سامر واحد من المحاربون القدماء الذين لا يموتون، انما سامر بيختفي في الفراغ ويرجع يبث فينا من تاني روح الحريه والعدل والحب والاخلاق والضمير. اشكر حضراتكم جدا.